عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال: لا يوجد رجل أدرك عقله الإسلام، يعني عرف الإسلام، أو ولد في الإسلام، يبيت ليلته سوادها حتى يقرأ هذه الآية، يعني آية الكرسي. يعني ما يصير يبيت مسلم يبيت ليلة ما يقرأ آية الكرسي، ما يصير. لا يوجد رجل أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلته سوادها حتى يقرأ هذه الآية. ثم قرأها إلى ولا يؤوده حفظهما، ما قرأ الآيات الثلاث، مما يدل على أن آية الكرسي إذا أطلقت تنصرف إلى الآية الأولى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال أمير المؤمنين: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أعطيت آية الكرسي من كنز هو تحت العرش. ثم قال أمير المؤمنين: فمنذ سمعت ذلك ما تركتها ليلة قط. إذن هذا يدل على مرغوبية ومحبوبية قراءة آية الكرسي، هذه الآية العظيمة، في كل ليلة وفي كل حال، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.